محيتي في لحظة، محيتي في لحظة الشعور بالهزيمة، زرعت الإرادة في أرض الميدان. لأنك جميلة، لأنك جميلة، عملنا حاجات كانت مستحيلة. قالولك شبابك، قالولك شبابك ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفتي كمان. قلت اللي ضحى عشاني بدم وساب كل حاجة وكان كل همه يجيب لي حقوقي من اللي باعوني. أنا أولى بيه، ما أنا قصدي أمه. وقلت ولادي ما هماش عادي، وقلت اللي خارج عشان ينادي. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمكنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمكنة وبالمدفع. لولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الحب، مساء الأمل، مساء الشعار اللي بنرفعه دائما واللي بيرفعه كل مواطن مخلص على أرض مصر: لا للعنف. يعني صعب جدا جدا أن يصدق أي إنسان أن المصري يرفع سلاحه أو يشير سلاحه كما يقولون أهل اللغة في وجه أخيه المصري. صعب جدا طول عمر يعني ان احنا بايد واحده ضد كل عدو خارجي، ضد اي معتدي او ضد اي حد بيحاول يفرقنا، لكن احنا ندخل في بعض، نحاول نقتل في بعض. للاسف الشديد الواحد مش قادر يقول كلمه، نحاول نجرح في بعض، نحاول نخون بعض. ده شيء حقيقي يعني غير مصدق، لكن برضو احنا متفائلين ببكره احلى من النهارده باذن الله، متفائلين بمصر جديده ان شاء الله نشهدها قريبا بكل بقى مؤسساتها الدستوريه والسياسيه ومجالسها النيابيه ان شاء الله في القريب العاجل، برئيس جديد باذن الله تعالى. المهم اهلا بيكم معانا. ويمكن في انفرد بيه ضيفنا النهارده على موقعه اللي هو بيرأس تحريره، موقع كوره سبورتس، من عده ايام، اللي هو اغلاق قنوات مودرن الرياضيه. كان طبعا سبق وكان صاروخ انطلق في عالم الرياضه المصريه، ولكن الكثيرين كذبوا هذا التصريح. النهارده تم التاكيد على هذا الخبر، وبالفعل صدر قرار باغلاق قنوات مودرن، ولكن بعد رمضان. هذا الانفراد انفرد به ضيفنا الكريم النهارده اللي جايين نتكلم معاه في كل تفاصيل هذا الموضوع. نتكلم في موضوعات اخرى كثيره، منها موضوع برضو مباراه الاهلي والزمالك الافريقيه او القمه الافريقيه المصريه. كابتن عبد الناصر الزيدان، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ محمد، نورنا. ربنا يخليك وانا سعيد بيك. قبل ما نتكلم في موضوع قنوات مودرن، وانا عارف ان هو حدث طبعا في الوسط الرياضي، حدث ضخم، لو كان في غير هذا الوقت لكان فجر كثير من الاحداث والموضوعات. لكن اسمح لي نتكلم اول في اللي بتشهده مصر الان. لا حديث يعلو على صوت الغد، بكره الجمعه، او اللي هيبدا بعد نص ساعه ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا سعيد بدعوه زميلي الاستاذ جمال ابو المكارم، ودايما ببقى سعيد وانا مع حضرتك يا استاذ محمد. اشكرك شكرا. واهلا بكل اللي بيتابعونا، وكل سنه وكل الامه العربيه وكل شعب مصر بخير بمناسبه شهر رمضان. ويا رب شهر رمضان كما تعودنا يظل شهر امان وشهر سلم وشهر سلام، وهو احد الاشهر الحرم
اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم فيهم القتال. ولكن خليني أقول لك على حاجة مهمة. يمكن أنا كنت فرحان جدا وأنا جاي وشايف الشوارع كلها زحمة. استاذ عصام بيقول لك مش احد الشهر شهور الحرم. شهر رمضان لا هو مش احد الاشهر الحرم، يعني مش ليس الاربعه، مش الاربعه الحرم، مش من الاربعه الحرم، لكن هو شهر مقدس، شهر عظيم، شهر خير، شهر بركات. انا بشكر الاستاذ عصام انه صحح لي المعلومه. ولكن خليني اقول يمكن التاكيد على ان حرمه الدم المصري خلتنا على مدار الايام اللي فاتت بنتكلم على ان شهر رمضان لابد ان يكون شهر سلم وشهر سلام وشهر امان على الناس، خصوصا بعد تعالي دعاوي العنف ودعاوي التربص والاستقطاب اللي ملت الدنيا طولا وعرضا. ولكن عايز اقول لك انا كنت سعيد جدا وانا جاي وشايف الدنيا زحمه. يمكن ليا كام يوم بنزل وسط البلد فشايف الشوارع فاضيه. فيمكن نزلت متاخر شويه النهارده على الهوا. فوانا جاي اللي اخرني اكتر هذا الكم من الازدحام، فكنت سعيد. مصدر سعادتي ايه؟ الشعب المصري عندما تجده في الشوارع فهو غير مؤمن وغير يعني زي ما بيقولوا ليس بخائف من الموقف. وكل اللي بيسمعه وبيتقال سواء من تهديدات او استقطاب او غدا هي غزوة بدر او غدا مش عارف هنعمل ايه او الكلام ده، وما سمعنا عنه سواء من ميدان ربيعة العدوية او من غير ميدان ربيعة العدوية، انا بعتبره ليس حرية رأي وليس تعبيرا عن الرأي. لكن احنا قبل ما نطلع الهوا من شويه احنا كنا بنتكلم، كنا ندردش كلنا مع بعض، قلت لي الناس كلها مبسوطه. لا بص، بغض النظر عن اللي بيحصل ده كله، لكن في حاله سعاده بالزبط. بتعم الشارع المصري او الشعب المصري. بص، حاله من التفاؤل لم تراها في عيون المصريين منذ 25 يناير على مدار العام الأخير، حتى بما كانت فترة المجلس العسكري ما لها وما عليها وما بها من مشاكل وما يحسب لها من مكاسب، وسواء أمور صائبة أو أمور خاطئة. ولكن منذ عام وهناك حالة من الكآبة تغطي الأفق وتنتشر في الجو في الشارع المصري انتشار النار في الهشيم. على مدار عام تلاقي الناس كده وجهها كئيب، متضايقه، اتكلم اي حد تلاقيه دايما وابدا سريع الغضب، مفيش تسامح، الناس مش متسامحه مع بعضيها. بعد 30 هناك حاله اخرى، حاله من التسامح، حاله من التفاؤل، حاله من الحب، حاله من الاخاء، حاله من الموده، الناس بتسال على بعضيها، الناس مقبله على العمل ايا كانت صعوباته. نعم هناك ازمات، ما زال هناك ازمات، ولكن الازمات تحل بالعمل وبمزيد من التفاؤل. هذه الحاله تواجدت بعد 30. كل اللي انا بقول لك عليه ده مقومات امتداد ثوره او ثوره ثانيه او تصحيح مسار ثوره خرج يوم 30 من خلال 30 او 33 مليون مصري خرجوا في مسيره وتلاحم بشري لم يشهده التاريخ كما ذكر كل المراقبين على مستوى العالم. اللي خرج بالشكل ده وحقق ده ووراه جيش قوي ومحترم حقق له مطالبه وحقق له اللي خرج من اجله، لابد انه يكون على قدر من المسؤوليه. عشان كده انا متفائل ومش خايف. انت متفائل ومش خايف، واحنا متفائلين ومش خايفين، وباذن الله يعني مصر في تقدم وفي ايام جميله وسعيده هنقبل عليها. ولكن لا ننكر ان هناك بعض من المصريين مش سعيد. معلش، اصل بص عايز اقول لك على حاجه، مش يعني هننكر انت لما تسمع جزء من الشعب المصري، لما تسمع جزء من الشعب الخارجي ضد هذا الكلام كله. لما تسمع، اصلك انت النهارده بتقيس الامور بمعايير. انا كنت في الشارع يوم 30. نعم. عايز اقول لك على حاجه، اللي قال 30 و33 مليون لم يبالغ ابدا في الرقم. نعم. لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، وربما يزيد، لان انا شفت بعينيا الميادين كان بيتغير عليها الناس. يعني كانت بتطلع مسيرات وتخش مسيرات. لو ان هناك رصد دقيق لكل من خرج في كل شارع وزقاق وقريه وميدان كنت هتجد احصائيه تفوق ذلك، لان حتى شريحه الاطفال ومن هم دون ال15 سنه كانت متواجده بوحدهم او مع اولياء امورهم، وده اللي جاب هذه الكثافه الكبيره. فانت امام حاله ليست حاله تاريخيه، وانما من وجهه نظري
هي حالة إنسانية تدرس عبر التاريخ. فالنهاردة الناس دي ما أقدرش أنا أجيب قصادهم ميات احتشدوا في مكان واحد. ما هو النهارده انا مش بقى، انا لا اريد الحديث بمفهوم التقسيم، هؤلاء 33 وهؤلاء كم عددهم وهؤلاء كم عددهم. اكره هذه النغمه من الحوار، لاني لو انا في 10 مصريين قصاد ملايين لابد ان احترم العشرة بالظبط، لان ده مصري زي وده مصري، ولكن كل حقوق ده كل بالظبط. حقوق. نعم. ولكن متى اصل الى هذه الدرجه؟ عندما احس بنفس الاحساس اللي عندي، نفس الخوف على الوطن عنده وهو عندي، نفس الخوف على تاريخ هذه البلد عندي زي عنده، نفس الشعور اللي يخليني اتفانى واموت من اجل الحفاظ على سلم وسلامه هذا الوطن عنده زي عندي. ولكن لما الاقي ده بحجمه بعدده باقليته وبما لا يتعدى من عدد يدعو دائما الى التفرقه، يدعو دائما الى مزيد من العنف، يدعو دائما الى مزيد من التعصب، يدعو دائما الى مزيد من الترهيب والتخويف ورعب الناس، لابد ان يكون هناك وقفه. وما اقدرش اعتبره وان كان يقسو علي جدا كمراقب او ككاتب ان انا اصنفه في مربع العداء، ولكن انا مجبر على ذلك لان امن الوطن في خطر ما دام هو يتحدث نعم. بهذه اللغه. استاذ عبد الناصر، دعوات المصالحه التي كثرت في هذه الاونه الاخيره من اوساط كثيره جدا سواء سياسيه او اقتصاديه او حتى الناس العاديين، هل تعتقد لدرجه انشاء يعني وزاره استحداث وزاره جديده اسمها وزاره العداله الانتقاليه والمصالحه، في لفظ اخر مصالحه مش فاكر اسمها ايه، يعني المهم ايا كان، يعني في دعوات مستمره للمصالحه، هل ممكن ان تؤتي هذه الدعوات ثمارها، ولا انت شايف ان وصلنا لطريق مسدود بالنسبه للجانبين؟ بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه. كما نحن مجبرين ان نتحدث في السياسه ونحن اهل رياضه، نعم، في مواقف لابد ان تتحدث فيها، لان ما ينفعك تصمت تجاه مصير وطن والكل في مركب واحده. الشعب المصري مضطر بكل فئاته وشرائحه ان يتواجد غدا في كل الشوارع وفي كل الميادين لاحداث هذه المصالحه، لان هذه المصالحه لا تاتي الا من قناعه. هتقول لي ازاي؟ اولا انت امام فصيل، انا بختلف مع بتوع اللي بيقولوا مصالحه واللي ما بيقولوش مصالحه، ودايما بحب اسمي الامور بمسمياتها، ولابد ان يكون في ذلك شيء من الجرأه، وانك انت ما تخافش غير ربنا وانت بتتكلم. عندما تدعو لدعوات مصالحه تدعو الى من يقتنع بلغه الحوار، ولكن انت امام فصيل او فصائل له عقائده الخاصه، ودائما وابدا اصعب ما يجعلك تحتار في اي حوار ان تحاور احد مؤمن بشيء عقائدي، لانه هو معتقد انه صح، معتقد جدا انه على صواب، معتقد جدا ان ما سواه هو على الخطأ ايا كان. طيب تعال ناخد رأي أحد نقادنا الكبار وأحد محللين الكرويين الكبار قوي، هناخد رأيه فيما يحدث على الساحة السياسية، ثم ناخد رأيه باعتباره أحد برضو المتضررين من إغلاق قنوات مودرن اللي حضرتك انفردت بهذا الانفراد. كابتن محمود بكر نجمنا الكبير، مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. ألو كابتن محمود بكر، مساء الخير. ألو مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، مين معايا؟ انا محمد هلال يا فندم، ومعايا كابتن عبد الناصر زيدان على الهواء معاك. كابتن محمد، كل سنه وانت طيب. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله اكرم. ضيفك مين النهارده؟ استاذ عبد الناصر زيدان يا فندم. الله 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 الله. ازيك يا كابتن عبد الناصر؟ ازيك يا كابتن محمود؟ وحشني، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وحشنا جدا يا كابتن. متشكرين جدا. وعايز اقول يا كابتن محمود، ايوه، عايز اقول للي سابنا وخرج في البلكونه ولا خد كوبايه شاي ولا سجاره، احنا معانا الكابتن محمود بكر على الهوا. يا بيت عيش، كل سنه طيبين. الله يخليك. كابتن محمود، قبل ما نتكلم في الموضوع الانفراد اللي انفرد به استاذ عبد الناصر زيدان، موضوع اغلاق قنوات مودرن، وحضرتك اكيد طبعا احد المتضررين من هذا الاغلاق، اسمح لي الاول اكلمك. انا عمري ما قدرت انا اخد العمليه دي هوايه. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. والله يا كابتن محمود كنت هرد الرد ده واقول للاستاذ محمد، هناك في عالمنا الرياضي والاعلام الرياضي من هم قمم
يزودوا الحمد اي لله. مكان ده حقيقة. ولا ينظروا طيب. ابدا من غلق الحمد او لله. او أشكر دواء. لكما تصحيح المعلومة. أشكر لكما. الحمد لله. المهم يا الحمد كابتن لله. محمود، خلينا أيوة. نتكلم الأول في الحال اللي وصلت إليه مصر الآن والدعوات اللي المفروض لبكرة بإذن الله تعالى مليونيات هنا وهنا وإلى آخره. حضرتك شايف الدنيا ماشية إزاي؟ متفائل ولا مش متفائل إلى آخره؟ اتفضل حضرتك أسمع بس رأيك. خلي مخرجنا الجميل جمال ابو مكارم يعلي الصوت بس. أستاذ جمال علي ماشي. الصوت يا أستاذ جمال. حضرتك سامعني كده؟ ايوه سامعك. طيب انا بتكلم دلوقتي قبل ما نتكلم في قنوات مدن وقبل ما نتكلم في الموضوع الضيق الكروي، خلينا نتكلم في الموضوع الواسع، مصر واحوال مصر الان كيف تراها؟ الانقسام اللي في الشارع، الدعوات لمليونيات غدا الى اخره، الخوف من العنف والعنف المضاد الى اخره. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ انت كمواطن مصري كمحلل كلك رؤيه وصاحب فكر، شايف الموضوع ازاي؟ اولا عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا اتفضل. في حكايه العنف ده. اتفضل. هو الاخوان المسلمين كانوا في البدايه بيتلذذوا بان الناس بتخاف منهم من حكايه العنف. خلاص. تمام. وبعدين لما لقت الطريقه ديت بتخلي الناس تنفر منهم وبيخسروا اكتر ما بيكسبهم، فبداوا يعدلوا عن الوضع، ودي حاجه كويسه. تمام. طب واخد الحمد بالك؟ لله. فاصبح دلوقتي ان الاخوان يعني ما فيش عنف، ما فيش اي حاجه، واصبحوا يبداوا ان هم يعني يعيدوا حساباتهم مره ثانيه في حكايه التهديد. لان لما طلعت 30 مليون في يوم 30 يونيو دي كانت مفاجاه للعالم ومفاجاه ليهم. فبالتالي اعتقد ان الاحداث اللي فاتت دي كلها في ناس منهم عقلاء بداوا يعيدوا حساباتهم مره ثانيه، لان هم الناس قدام في مصر ولهم ارضيه في مصر ولهم مريدين في مصر، فهم يهمهم جدا ان هو مريديهم ما يخسرهمش، يهمهم جدا ان هم يكسبوا ارضيه بعد كده، ما يهمهمش ابدا ان هم يخسروا مصر ويخسروا ملايين. فبالتالي انا شايف ان في رجوع وهدوء وانتظار لنوع من المصالحه. ودي لفتت نظري لما كانوا بيرفعوا الاعلام السوداء واعلام السعوديه والاعلام الاخرى، ثم طلعت تنبيهات ليهم يرفعوا علم مصر فقط. تاكد ان ده تحول كان كبير جدا وتأنيب ضمير كبير جدا منهم، على امل ان هم يعودوا الى مصر مره ثانيه. فاحنا لا نخاف من العنف، والاخوان المسلمين اعتقد نوع من التهديد ولا يمكن ان هم يؤذوا مصر يعني. إذا كابتن محمود بكر متفائل وليس متشائم بالنسبة للغد القريب بإذن الله تعالى. جدا، لان كمان الحكومه اللي اتعملت والوزراء اللي اتعملت والجيش اللي واقف والشرطه اللي قامت والناس اللي واقفه، كل ده عمل نوع من الطمأنينه الى حد كبير جدا جدا لمصر كلها، وعمل طمأنينه ايضا للاخوان المسلمين ان هم حسوا من المحادثات ومن يعني الاحداث ان الكل بيمد ايده على امل ان نعود لبعض مره اخرى، وان مصر تعود لمصر مره اخرى. وانت تلاحظ ان حتى الامور بدات تبقى هاديه، الناس بدات تبقى هاديه، الوزراء اتعينوا، الرئيس موجود، الجيش موجود، فاصبح هي في خارطة طريق كمان بقى مجالس نيابية إن شاء الله وإلى آخره ومجالس وانتخابات رئاسية إلى آخره. اعتقد الامور هتبقى كويسه ان يا شاء رب الله. يا رب. طيب كابتن محمود بقى ننتقل إلى المجال الضيق. عمر وصلك خبر إغلاق قنوات مدن ولا لسه ما وصلش حضرتك؟ والله انا قريتها على التيوب كده والنت، فاعتقد زي ما قلت لك انا هاوي، واخد بالك؟ ايوه. يعني فانا انت أنا قيمه كما قال ضيف الكريم استاذ عبد الناصر، قيمه كبيره لكل الشعب المصري، قيمه رياضيه كبيره واضافه لكل مكان حضرتك تذهب اليه، ولكن يعني كيف كان واقع هذا الخبر عليك؟ لا انا حتى الان لا اعتقد ان قناه مودرن تقع، لا اعتقد يعني، واخد بالك؟ لان هي موجوده بقوه حتى الان، وان مالكها برضو يمتلك ان هو يقدر يشيلها، يعني يدعمها. فانا حتى الان يعني غير مصدق ان هي في قرار بالمنظر ده. لم تبلغ يا كابتن محمود لسه؟ نعم. لم تبلغ رسميا؟ لا 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 لا، لو بلغوني كنت قلت لك. لا هو اصل القرار لسه من ساعه، غير الخبر اللي اتنشر من 5 ايام او من 3 ايام. واعتقد ان حاليا مازن مرزوق المدير التنفيذي
بيكلم العديد من الزملاء، فممكن عشان كده بسألك، مش بسألك على لا سبيل. لا، يبقى انا بقى زي الوزير مستني الوزاره. عامة القيمة الكبيرة كابتن محمود بكر اللي كان بدايته معانا هنا في التلفزيون المصري، نتمنى يا ريت طبعا. حضرتك ترجع لنا تاني التلفزيون المصري وتكون إضافة مرة تانية كبيرة جدا للتلفزيون المصري يا كابتن. ده بيتي ان شاء الله، وما نستغناش عنه ابدا ان شاء الله. ويا ريت تشرفنا بالقناة الثالثة كمان، أو قناة القاهرة يا كابتن، اللي أنت برضو بتحبها وأنا عارفه بتحبك يعني. قناه ثالثه بتدينا فرص كويسه، وجمال ومكارم مخرجنا الجميل، يعني صاحب فضل علينا ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود بكر، نجمنا الكبير، كان معلقا على الاحداث بصفه عامه وعلى خبر اغلاق قنوات مودرن. احكي لنا القصه بقى يا عبد الناصر، ايه الحكايه بقى؟ قبل ما اتكلم في موضوع مودرن، بس انا يعني الكابتن محمود بكر حبيبي جدا، وهو اسم كبير، وهو استاذ لينا في عالم النقد الرياضي، لانه له مدرسته طبعا الكوميديه وحكايه كوبايه الشاي واللي في قاعد في البلكونه وله مريديه ومحبيه ومشاهديه، وله تعليقاته الشهيره. بس انا عايز اوضح حاجه او اصحح حاجه. اتفضل. دون ان يفهم تعقيبا. الكابتن محمود اتكلم عن رفع الاعلام بالنسبه للاخوان المسلمين او جماعات التيار الاسلامي السياسي، وان كنت بربأ اني انا دايما احط الاسلام في جمله مفيده، لان الاسلام دائما ليس دين يدعو الى العنف، وانما هو دين تسامح، واحيط به مجموعه من التشوهات خلال الفتره الماضيه، واعتقد ان احنا الشعب المصري مستوعب جيدا الفرق ما بين سماحه الدين والتعصب في الدين، لان ده بيبقى شيء مؤلم جدا حتى للمسلمين انفسهم. نعم. هي تعليق يا موضوع الاعلام. التعليق موضوع الاعلام اللي تم استبدالها علم القاعده وعلم السعوديه ومش عارف والكلام ده كله بعلم مصر. نعم. استبدلت بعلم مصر، ده فيما اطلق عليه خطه احمد منصور. احمد منصور مذيع الجزيره مقدم برامج المصري. نعم. وضع خطه على اساس ان ده مهم جدا ان احنا نقوله النهارده، لاني انا بنادي بالخروج بكره، لان ليس سوى الخروج الى الشارع هو الذي يؤمن ثورتك. الشعب استجاب لك عندما خرجت، والشعب يحميك في كل خروج، ولا يستطيع احد ان يمسك ما دام انت خارج لتحمي ثورتك. طيب ممكن تقول الو؟ الو. ايوه كابتن مصطفى. مساء الخير. ازي حضرتك كابتن مصطفى؟ الله يسلمك. عامل ايه يا كابتن؟ كله تمام. يا كابتن نازل بكره تحمي الثوره ولا مش نازل؟ لا انا بنزل دلوقتي على طول، انا اساسي في الاتحاديه دلوقتي. كابتن مصطفى يونس نجمنا الكبير قوي، اهلا بحضرتك، منورنا على شاشه قناه القاهره من خلال التليفون. واسمح لي قبل ما نتكلم في موضوع انفراد الاستاذ عبد الناصر، موضوع اغلاق قنوات مدن الى اخره، خلينا نتكلم الاول في الموضوع العام والشأن العام اللي بيهم كل مصر على ارض مصر الان، وهو مظاهرات الغد او هذه الحاله التي نشهدها هذه الايام منذ 30 من يونيو الماضي الى وثم تشكيل وزاره الى اخره، ثم الدعوات بقى للمليونات بكره، والخوف خوف بعض المصريين من ان يكون في عنف وعنف مضاد بكره باذن الله تعالى. حضرتك شايف الموقف ازاي وتحليلك كمواطن مصري قبل ان تكون نجما كرويا كبيرا؟ اتفضل. اولا لازم نعترف ان فعلا ربنا بيحب مصر الحمد لله، وربنا حامي هذا الوطن، ان احنا نكتشف الناس ديت القتله اللي لا ينتموا لمصر باي قطره من دمهم، ينتموا لتنظيم حزبي او عصابه دوليه ولا يعملوا لحساب البلد. وهتسمع قريب الناس دي كلها هتتحاكم بالخيانه العظمى، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، لان هم باعوا البلد. لكن الشعب المصري العظيم وجيشه اللي ليس له وجود وليس في العالم وطنيه زي الجيش المصري، ومن خلال هذا البرنامج الجميل وبرنامجك تحيه خاصه لجيشنا وتحيه خاصه لجمال عبد الناصر السيسي اللي حمى الوطن وحمى الشعب، اللي مشي مع الشرعيه، وهي دي الشرعيه الحقيقيه. الناس دي كدابين وكدابين زفه. الناس دي اللي بيعملوه حلاوه روح، ويا قاتل يا مقتول عشان يبقوا في السلطه، بدليل ما شفناش ابن واحد منهم طلع في مظاهره، ما شفناش ابن واحد منهم مات، ما شفناش واحد منهم، كلهم في العشش، كلهم مستخبيين. لكن انا بقول للناس كلها لازم ننزل بكره نحتفل بجيشنا العظيم اللي عبر بينا في 73، وجيشنا العظيم اللي عبر بينا في 30 يوليو مع الشعب. وفي المرحلتين الجيش كان الشعب هو الاساس، والجيش كان هو الحامي، سواء في 73 او في 2013، حتى في النكسه.
تلاحمت الشعوب كلها بكل اطيافها بكل ما فيها، وطلع الشعب ينادي بابقاء جمال عبد الناصر الزعيم الامه، اللي هو لك الستينات وما ادراك ما الستينات. عبد الناصر بنى مصر وهم خربوا مصر. جمال عبد الناصر عمل الصناعه في مصر، عمل الحديد والصلب وعمل الالومنيا وعمل وهم باعوا مصر. وهذا هو الفرق الكبير نعم بين عبد الناصر وبينهم او بين اي زعيم. وكل واحد احنا بني ادمين نصيب ونخطئ، لكن هم للاسف لم يصيبوا في اي شيء في هذا الوطن. وانا متعمد اقول الوطن، لكن اي يا كابتن مصطفى اتفضل. الو هو الخط واضح فصل الخط كده، قطع. ارجع لنا تاني. يا ريت زميلنا جمال المكرم يعود الاتصال مره ثانيه بكابتن مصطفى يونس على ما التاكيد على الخروج. ده مهم جدا، لان الخروج هو حمايه. نعم. لان مفهوم العنف والعنف المضاد اللي حضرتك اتكلمت عنه، هذا مفهوم يروج من اجل الترويع والخوف. نعم. واعتقد ان هذه خطه بس فشل. لا اقول لك فشلت فشل ذريع في 30. الشوارع مليانه في الشارع. فشلت فشل ذريع في 30. طيب معلش كابتن مصطفى رجع تاني. اهلا بيك كابتن مصطفى مره ثانيه، وعفوا انقطاع الخط. اتفضل يا فندم كمل. ولا يهمك. اتفضل يا فندم. فاحنا عايزين نقول ان انا حضرتك كنت بتتكلم عن دعوات للخروج بكره لحمايه الثوره والشرعيه. اتفضل. اولا مش موضوع حمايه الثوره، الثوره شعبها حاميها وجيش حاميها، لكن احنا هننزل بكره احتفالا واحتفاء بجيشنا العظيم اللي عبر بينا في 73 وعبر بالشعب وبالوطن وبمصر في 30 يوليو. هي دي الاحتفاليه اللي احنا هنحتفل بيها رغم عظمه جيشنا واعتراف الكل بهذا الجيش العظيم وبهذا الصرح الضخم والمؤسسه العظيمه العسكريه المصريه، لكن طالتها الكثير من الشائعات في الفتره الاخيره ومحاولات التشكيك في جيش مصر وفي عظمه جيش مصر. للاسف الشديد الواحد بيقطر دما على هذا الكلام بصراحه. البلاوي اللي حصلت في مصر من 25 يناير لحد دلوقتي هم اللي عاملينها. نعم. الناس اللي ماتت دي كلها هم اللي قتلوهم. نعم. هم اللي قتلوا الناس دي كلها. ده اللي بيقتلوا بعض، مش عايزين يقتلوا الناس. نعم. واحنا كلنا شفنا اللي ماشي جنب الدبابه وراح ضربه بدماغه وراح مدي الطبنجه اللي جنبه. ايوه. يعني احنا الشعب ده شعب عظيم. يعني احنا الانجليز احتلونا 100 سنه ما اتكلمناش كلمه انجليزي، هم اللي اتعلموا عربي. والفرنساويين. كابتن مصطفى يونس ناتي بقى الى الشأن الخاص. يعني لكن لازم نقف جنب جيشنا، لازم نقف جنب شعبنا. صح. كلنا ايد واحده. وانا بقول نداء لشباب الاخوان وليس العواجيز الاخوان المنتفعين. نعم. اللي واخد له $500,000 في اخر دفعه، واللي واخد له $750,000 الثمن الجعجعه اللي بيجعجعوها على المنصات. نعم. بتقول يعني شباب الاخوان حجازي قبض له يجي $500,000 اخر مره ولا $750,000. نعم. بتقول لي شباب الاخوان يا كابتن. احنا بننزل. وبعدين عايز اسال سؤال، الناس اللي في الميادين بتاعتهم دي ناس ما بتشتغلش ولا ايه؟ يعني دي ناس ما بتشتغلش، ما عندهمش شغل، ما عندهمش بيوت. كابتن مصطفى كنت عايز توجه رساله لشباب الاخوان، اتفضل. انا عايز اقول لشباب الاخوان اللي مغرر بيهم لازم ينفضوا ايديهم من القتله دول، من اللي بيحموا نفسهم، من المنتفعين. انتوا ابناء الشعب المصري، انتوا مننا واحنا منكم، وانتوا على عقيدتكم او على اخوانكم، وتكونوا جزء، بس جزء من غير الدم، من غير فرض الشروط، من غير كذب. لان اول درس في الاخوان المسلمين الكذب. فانت عايز واحد بيكذب عايز يعمل ايه؟ لما يكذب تبقى تحلل له هو يحلل لنفسه كل حاجه. فانا عايز اقول لشبابنا واخواتنا في الاخوان المسلمين ينفضوا ايديهم دول ويحطوا ايديهم في ايدين الشعب المصري اللي هم جزء منه، عشان نرجع بوطننا وبلدنا زمان احسن من الاول كمان، يعني ان شاء الله. باذن الله. طيب كابتن مصطفى ناتي بقى الى الموضوع الخاص بقنوات مودرن. هل بلغت رسميا باغلاق القنوات يا كابتن؟ والله انا بلغت رسميا من اسبوع 10 ايام، انا ومجموعه من الزملاء. لكن القضيه مش قضيه غلق، القضيه قضيه توقيت، القضيه قضيه احترام الذات، احترام النفس. الاسلوب اللي تعاملنا بيه لا يصح. نجوم مجتمع ونجوم رياضه ونجوم ملاعب ونجوم كل حاجه، يبقى هو ده الاسلوب. وده عتابي على محمد، لكن راجل فاضل شفنا معاه احلى ايام. قناه مودرن كانت هي الرائده، واللي كانت منافسه شديده جدا لكل القنوات اللي احنا بنشوفها. كان فيها كوكبه من النجوم على راسهم مدحت شلبي واحمد شوبير. لكن الاسلوب هو ده اللي مش عاجبني. لكن اللي حصل ده بالنسبه للغلق الاجباري دوت
هو ده المزعج بحد ذاته. لكن كل واحد لازم ياخد حقه، وان احنا بيننا وبين بعض عقود، ولازم العقود البنود بالنهايه لازم تنفذ. اعتقد ما فيش حد هيسيب مليم مننا، لان انا بالنسبه لي سبت منتخب مصر عشان قناه مودرن، كنت رايح الهلال السوداني سبتها عشان قناه مودرن، والكلام ده من شهر فات. نعم. عشان انا محترم العقد اللي انا ماضيه، لكن يعني انا كل اسف شديد جدا من الاسلوب اللي احنا اتعاملنا بيه او بغلق القناه بيها. كان المفروض يبلغونا من شهرين 3 يا جماعه احنا بعد العيد هنقفل، كل واحد يشوف له حته. كنا ضربنا تعظيم سلام ومش عايزين حاجه. امال ايه اللي حصل معاك يا كابتن؟ نعم. ايه اللي حصل؟ لا احنا جينا قعدنا مع الاستاذ محمد هاني وقعد يتكلم معايا شويه، وقال لي احنا للاسف بنلغي العقد، وان احنا بنخسر، وان احنا هنقفل القناه وبتاع وكده. قلت له لا، العقد ما بيقولش كده، المفروض تبلغني من 3 اشهر. نعم. قعدنا نتكلم طبعا شويه وبتاع، وقال لي احنا هنقفل خالص. قلت له والله دي حاجه بتاعتكم، دي حاجه مش بتاعتي، وده صاحب المال وهو حر في ماله. نعم. لكن في تعاقد وفي اسلوب للتعامل معانا يعني. نعم. هل تعتقد لكن احنا بنكن كل حب وتقدير واحترام للقاده في قناه، وعلى راس هؤلاء لازم ما انساش الاستاذ الصديق العزيز الدكتور وليد دعبس اللي دخلني في هذا المجال، وهو كان ليه السبق ان مصطفى يونس يبقى اعلامي، وهو اللي اكتشف فيا دوت، يا ريت كان اكتشفه من زمان. لكن انا شخصيا الملعب وحشني والكره وحشتني، وزي ما بنقول انا وعبد الناصر واحنا مرتبطين ببعض جدا، ان احنا ان شاء الله في 3 4 قنوات معروضه علينا وبنتكلم معاهم، وهنعمل تيم على اعلى مستوى من الاعداد ومن الاخراج ومن الاعلاميين، وهنشتغل في الميديا، وهيبقى لنا وجود ان شاء الله، ووجود قوي على الساحه الرياضيه باذن الله. هل تعتقد ان الغاء الدوري كان سبب من اسباب اغلاق القناه يا كابتن؟ لا، هو الغاء الدوري ما هيبتدي في اغسطس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لكن دي من المغالطات اللي كانت على محمد بيه امين، ان هو مش مستريح وان الدوري مش هيتلعب والدوري ضعيف، لكن او الدوري مش هيتلعب، لكن ان شاء الله الدوري هيتلعب. واحنا شعب ما ينفعش يعيش من غير كوره اصلا. تمام. يعني احنا شعب ما ينفعش يعيش من غير كوره، لكن هو صاحب المال وهو ليه الحق الاصيل في اللي هو عايزه. طيب استاذ عبد الناصر الزين، عايز امسي عليك، رئيس تحرير برنامجك بقى هناك. كابتن، بجدد من خلالك يا كابتن طبعا الدعوه لكل الناس تنزل بكره. فعلا نريدها احتفاليه تكريم لهذا الجيش الوطني العظيم. نريدها يعني انا لسه بقول للاستاذ محمد قبل ما تبقى معانا على الهوا، انا كنت سعيد بالزحمه في الشوارع على خلاف ال3 ايام اللي فاتوا. يعني من المفترض الناس تخاف من اللي بيتقال وتلاقي الشوارع فاضيه. النهارده احنا قدام شعب عجيب، يعني لينا 3 ايام الشوارع فاضيه، والنهارده على غير العاده انا جاي في ساعتين من الزحمه. لا انا عايز اسال سؤال يا عبد الناصر، كويس انك فكرتني. يعني هم بيكتبوا على السيسي الخاين، خاين مين عبد السيسي؟ استغفر الله العظيم. السيد الوزير عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الوطني المصري العسكري، خان مين؟ من الخائن؟ هم ولا السيسي؟ اللي باعوا البلد هم ولا السيسي؟ السيسي او مع احترامي طبعا سياده الفريق، انحاز لشعبه وانحاز لوطنه وانحاز لارضه اللي كانت بتتفرق يمين وشمال، وللاسف اتقبض عليها فلوس، مش مجرد ده اتقبض فلوس، سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي يعني. فانا عايز بقول للناس بس، عشان كده باكد على شبابنا الاخواني ان هم يعيدوا حساباتهم مع نفسهم تاني ومع قادتهم تاني. والناس تنزل بكره يا كابتن. لازم الناس تنزل بكره، مصر كلها لازم تنزل. الاخ ابو بكر بتاعهم ده ولا ام بكر دي يقول لك ده ما كملوش 3 مليون، ده ايه البجاحه دي؟ ده ايه الفجر ده؟ العالم كله اشاد بالملايين اللي نزلت 33 مليون واللي قال 30 مليون، وهو النهارده شايفه مع توني خليفه يقول لك ده ما يكملوش 3 مليون، ايه البجاحه دي؟ يعني للدرجه دي ما بيشوفوش، ويقول لك خالد يوسف منتج وعمل وميديا ايه يا عم انت؟ ميديا ايه يا بتوع اللي نايمين؟ طب ما هم نزلوا مره ثانيه وينزلوا بكره مره ثالثه، احتمال يكونوا برضه جرافيك. هيشوفوا بكره، هيشوفوا مصر كلها في الشوارع بكره. مفيش فصيل هيحكم مصر. الصوره معانا، ما دي اللي بيشككوا فيها يا جماعه، بيقول لك خالد يوسف. من خلال برنامجكم انت والاستاذ محمد لازم نحيي شباب هذا الوطن ومستقبل البلد، وانا بطالب كل الجهات المسؤوله ان شبابنا لازم يتبوأ مراكز كبيره الفتره اللي جايه.
الصورة يا كابتن الصورة معانا يا شيخ. يبدو ان خالد يوسف ركب الناس كرتون او جرافيك. بالظبط يعني طب والعالم اللي رصد كل ده كانوا برضه عاملينه جرافيك. يعني كل بشكرك شكرا ربنا يهديهم يا جزيلا كابتن. نجمنا الكبير كابتن مصطفى يونس، ويعني نتمنى برضو يعني زي ما اديت بره في قنوات خاصه يا ريت تدي برضو شويه في التلفزيون المصري اللي هو برضو يعني الاصل والاساس. يا فندم ايه رايك؟ هو اساسا اللي عملنا اساسا التلفزيون المصري، واول عقد كتبته في حياتي كان مع التلفزيون المصري مع صديقنا العزيز الاستاذ حسام وعبد الفتاح واستاذنا الكبير الاستاذ اسامه الشيخ المعلم الكبير اللي القضاء الشامخ بتاعنا رجع له حقه وطلع براءه من كل التهم المنسوبه اليه، اللي اضاف كتير جدا للتلفزيون المصري وكسب التلفزيون المصري ملايين. ربنا فوق كل الناس الحمد لله. يعني ربنا ما بيسيبش سبحانه وتعالى. اساسا. عامة فالتلفزيون يعني المصري خيره علينا كلنا، يعني كنجوم كلنا يعني. نتمنى حضرتك تبقى يعني اضافه كبيره للرياضه في التلفزيون المصري باذن الله ان شاء الله. انا يشرفني التلفزيون المصري. اشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكبير كابتن مصطفى يونس. عبد الناصر. شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا. طيب بس فاكمل انت عايز تكمل القصه بتاعت مودرن. الجزئيه. ففيما يعرف بخطه احمد منصور، لان انا مش ناسي ده كويس جدا. نعم. قال لهم يا جماعه بما ان الجزيره الوحيده هي اللي بتبث من الرابعه العدويه، الاعلام على الهواء في الجزيره طبقا للخطه اللي موضوعه وهي النافذه الوحيده بتخلي بعض الامور بتتقال كذا وكذا وكذا، فغيروا الخطه بشكل استراتيجي من خلال حتى دلوقتي اكثر الاعداد معروف انهم ربما يكونوا غير مصريين دون تحديد جنسيات. فمن ضمن الخطه اللي معموله رفع علم مصر على سبيل المواربه واللف والدوران. انت بترفع علم مصر وبتعتبر الجيش المصري خاين؟ ازاي ترفع علم مصر وتقول لا حديث مع الجيش المصري؟ امال تتكلم مع مين؟ ترفع علم مصر وانت بتسعى كنت لشق الصف الواحد سواء مع القوى السياسيه او داخل الجيش. ترفع علم مصر وكل كتيبك وميليشياتك تحارب وتحاول ان تقتل في سيناء ليل نهار، كل يوم شهداء سواء من الشرطه او من الجيش او حتى من الابرياء وكان اخرهم عمال الاسمنت. نعم. كيف ترفع علم مصر؟ من يرفع علم مصر لابد ان يقدر قيمه هذا العلم، ولذلك كلمه العنف والعنف المضاد أنا مش عايز أتكلم عليها من منطلق ندعو إلى مصالحة. ليس هناك وقت للمصالحة، هو وقت لحماية ثورة، هو وقت لتكريم جيش، هو وقت لخروج الناس على بكرة أبيها في مشهد للمرة الثالثة يمكن الأعمى اللي ما كانش بيشوف يشوف. طيب أستاذ عبد الفتاح من القاهرة، أهلا بيك، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذنا العزيز. مساء الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. كل عام وانت طيب بمناسبه الشهر انت الكريم بالصحه والسعاده يا رب وضيفك البرنامج. اشكرك. انا سعيد جدا بمصر وبثوره مصر الجميله وبالفريق السيسي. انا عايز اقول له جمله تحيه كده من فضلك. عايز اقول له يا اللي وهبت لمصر حياتك واديتها احلى سنين عمرك، هي كمان اديت لك ذاتك والعالم كله بيحترمك. اتعودنا معاك على الدغري، واقف دايما ويا الحق، وقت الشده بروحك تفدي، لو في ظلم بتقول لا. عايزين نتصور وياك صوره حواليك فيها كل الشعب، فيها ايدينا بايديك موصوله، فيها الحب مال القلب، عشان الراجل ده بصراحه عمل اعمال سوف يذكرها التاريخ والشعب المصري كمان. فتحيه لحضرتك وتحيه لشعب مصر وتحيه لقناه القاهره الجميله. شكرا جزيلا استاذ فتاح اللي دايما بيتحفنا باشعاره الجميله وبكلماته الرقيقه الجميله في كل المناسبات. شكرا جزيلا، دايما استمتع باشعار حضرتك. طيب ندخل بقى شويه على انفرادك اللي انفردت بيه من عده ايام وكذبك الكثيرون. هو كذبوا الخبر. لا عفوا. لا النهارده انت عمال تمسك لي كده كذا قفشه. لا والله. طيب بص عايز كذب الخبر الكثير. نعم. دائما وابدا يمكن يعني اتعلمنا في الصحافه انك دائما وابدا تبحث عن الاخبار الصعبه اللي ممكن صعب ان يصل اليها الاخرين. نعم. لان دي بتبقى قيمه الاجتهاد وقيمة الإنسان نفسه في إحساسه. نعم. يعني مشكلة الخبر بتاع غلق قناة مودرن كانت مشكلته ليس في المعلومات، لأنها توفرت المعلومات. نعم. لدي وتأكدت منها، ولكن واجهت مشكلة الجرأة في كتابة الخبر.
انك انت امام خبر مزلزل. كيف تكتب غلق قناه مودرن سبورت؟ ازاي رد فعل الراي العام، رد فعل الناس؟ وزي ما انا كنت متوقع وحاسب، لم يمضي الا على، يعني انا كتبت مقال على موقع كوره سبورتس، وكتبت بوست سطر واحد او سطر ونص على عبر حسابي الشخصي على فيسبوك، ونفس الوضع على تويتر. لم يمضي الا دقائق وفوجئت. يعني حتى عايز اقول لك على حاجه، كلمتني ناس كتير بتقول لك كل مواقع الوطن العربي واخده على لسانك. مش واخده على لساني حرفيه مني. هو ما كان لاحد ان يجرؤ ان يقول غلق قناه مودرن سبورت الا من خلال مصدر. فالكل لبسك المسؤوليه، او زي ما نقول بالبلدي لبسك السلطانيه والعمه، على اساس لو كذب هذا الخبر تبقى كارثه. يشيل الليله مصدر واحد. فانا كنت امام على كله نسب اليك يمكن الخبر. اول مره اقول ده. نعم. كنت امام 48 ساعه صعبه، خصوصا لما خرج المدير التنفيذي متخبئا في لفظ مصدر مسؤول في مدن رفض الافصاح عن اسمه. اول ما قريت، وانا عارفه ان مازن مرزوق، نعم، اول ما قريت مصدر مسؤول في مدن رفض الافصاح عن اسمه، زادت ثقتي في مصداقيه الخبر. نعم. ليه؟ لأن النهارده مثلا أنا قدام الأستاذ محمد هلال، وهو قيمة إعلامية في قناة القاهرة. أشكرك. لما أكون بتفرج على الأستاذ محمد هلال ويفاجئني بمثلا إقالة حكومة، ما ينفعش اخد الموضوع واقول مصدر مسؤول في مجلس الوزراء رفض الافصاح عن اسمه. ده انا بطلع بيان رسمي وبقول ان الكلام اللي اتقال على موقع كذا او في القاهره وذكره المذيع فلان الفلاني لا اساس له من الصحه او صحيح بنسبه كذا. نعم. وخصوصا ان هذا الخبر مصدره فرد. يعني انت امام حاله خبر مصدرها فرد واحد. نعم. يعني كل الدنيا خدت عن شخص. تمام. فليس الموضوع مش تايه. يعني انت تستطيع ان تكذبه بالاسم. طب ليه ما كذبتهوش بالاسم؟ وليه ما قلتش بالاسم ان الخبر غير صحيح؟ والمهم صدق الخبر. النهارده بقى ايوه تم تاكيد الخبر. لا، النهارده يمكن الجديد. ايوه. الجديد في الموضوع ان كان في افطار ما بين الاستاذ محمد الامين رئيس مجلس اداره مجموعه CBC وما بين الكابتن مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير والمالك لقنوات وشركه المستقبل. نعم. اللي مالكها الاستاذ محمد الامين تمتلك مودرن وتمتلك CBC. نعم. ولذلك انا سعيد من خلالك ومن خلال البرنامج ان انا ااكد ان كل ما كتبته عن مودرن كان هو عباره عن اجتهاد صحفي، وليس كما صوره البعض ان انا بكتب عشان ماشي. هذا ليس اسلوبي وليست اخلاقياتي. نعم. ولذلك لم اتناول احد في كل ما كتبت بشكل شخصي، وانما كنت بتناول اخبار. هذه الاخبار كلها كان فيها توفيق وصادفها الصواب. الجديد بقى الاستاذ محمد الامين بلغ رسميا الكابتن مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير، ويمكن ده اول مره يتقال في الاعلام منذ ساعات على الافطار مباشره. بلغهم ان ليس هناك مودرن مع نهايه شهر رمضان. يعني قناه مودرن ما فيش مودرن. كلام من رئيس مجلس الاداره رسمي وتصريح مؤكد ان بعد رمضان ليس هناك قنوات واعتقد واحنا على الهواء. طب ايه السبب بسرعه بس قبل ما ندخل في موضوع الاهلي والزمالك؟ واحنا على الهواء دلوقتي اداره القناه بتبلغ الزملاء. نعم. ولكن ربما يكون يوسف من شويه بلغ رسميا. ربما يكون هناك تصور جديد لشكل جديد، ولكن اعتقد ان الرياضه ستكون بنسبه قليله. نعم. السبب ايه سريعا؟ كما قيل من داخل القناه انه خسائر تصل الى 3 مليون جنيه شهريا. خسائر تصل الى 3 مليون جنيه شهريا. انا تحليلي كناقد رياضي ومتابع للموضوع وبتكلم فيه بمنتهى الصراحه، انك انت امام كتل من الشروط الجزائيه تصل الى الملايين. نعم. هذه الكتل بالاضافه الى لا بص، انت امام مرتبات كبيره جدا. المرتبات الكبيرة جدا هي التي ربما تكون هي العبء الأكبر في الخسارة، أو المسؤولية مسؤولة أكبر في الخسارة. أنا راجل بكسب وهذا يحسب لشركة المستقبل، ولكن وانت بتعتذر للناس أو بتستغني عن الناس أو بتقلص نفقاتك أو الكلام ده كله، انت أمام شيء. طب هتمشي الناس دي ازاي؟ الشيء الوحيد الذي ربما يحل رقبة شركة المستقبل ومحمد الأمين من الشروط الجزائية هو الإجبار بما يشمله إما غلق
واما خسائر فادحه واما قطع للاشاره. الخلاصه انه ليس بعد بعد نهاية رمضان ليس هناك قنوات مدن رياضيه خلاص. وبلغهم كمان. وطبعا دي خساره للوسط واقول الرياضي. لك على خبر انفراد بسرعه، يلا عشان معايا ماتش الاهلي والزمالك فاضل دقائق معدوده في الحلقه. لانهم هم قال لهم كمان اللي عايز يكمل شهر رمضان هوا اهلا وسهلا، واللي مش عايز يكمل شهر رمضان احنا هنكمله تسجيلات، لكم الحريه المطلقه. عشان كده الكابتن مدحت اعتذر النهارده وما طلعش، وربما يخرج هوا بكره او لا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل ثم في الدقائق المتبقيه نتكلم شويه عن مباراه الاهلي والزمالك، القمه الافريقيه المصريه اللي اتاجلت اكثر من مره او مرتين بمعنى اصح. كان المفروض تبقى يوم الاثنين الجاي ثم تاجلت مره ثانيه الى يوم الاربع. اخر الاسعافات واخر الاخبار عنها يقول لنا عبد الناصر بعد هذا الفاصل. عربيه مباراه اليوم بتحدد بطل الدوري. صفوت وفتحي مبروك. فتحي مبروك وصفا عبده. صفا عبده كمان حميد بيجيب الجول الاول. دقيقتين من بدايه المباراه النادي الاهلي بيتقدم بجول بيجيبه جمال عبد الحميد. نقله 4 نقلات في العمق من فتحي مبروك لصفوت لمصطفى عبده جمال. النادي الاهلي 1 الزمالك لا شيء بعد دقيقتين. الكؤوس تلعب الكوره عليها يلعب جول يجيب الجول الاول. علاء ميهوب بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي. كورنر يرفعها مصطفى عبده ويطلع علاء ميهوب لفوق ويحطه بدماغه جوه الجول وتصبح النتيجه 1 الاهلي لا شيء للزمالك. كوره جميله جدا هنشوفها مره ثانيه. مصطفى عبده بيعلى علاء ميهوب هنشوف دلوقتي بيحطها على طول جوه الجول. عرابي محمد رمضان بيلعبها على طول. الجول الاول للنادي الاهلي. الكره مقبوله من اسامه عرابي عاليه يلعبها لاحمد رمزي يلعبها بالعرض لشكوره لاسماعيل يوسف يلعبها بالعرض يحط ايمن منصور. ايمن منصور يحط الهدف الاول لنادي الزمالك. كسب عرض اسامه ومعاه اسماعيل وبيحط الصوره حلوه وبيحطها جول. ايمن شوقي يصحح على وضع ويجيب جول جميل جدا. لسه بقول لحضراتكم وهجمات النادي الاهلي كله بيبتديها من ناحيه الشمال وفيليكس. اهلا بكم من جديد. دقائق متبقيه من عمر هذه الحلقه. ما زال معي استاذ عبد الناصر زيدان رئيس تحرير موقع كره سبورتس، ومعايا على الهاتف احد نجوم الكره المصريه ونادي الزمالك ومنتخبنا لسه. طيب هو المفروض كابتن احمد بالحليم برضو عشان نقول معانا مين بعد لحظات. مهم ان احنا نسمع راي الكابتن احمد نسمع رايه في المباراه وايضا نسمع معانا بالفعل كابتن احمد عبد الحليم. مساء الخير يا كابتن. والخط فصل. الو فصل هيرجع لنا تاني. طيب اخر اخبار مباراه الاهلي والزمالك خلاص بشكل نهائي يوم الاربع ولا لسه في كلام؟ والله بص هي بشكل نهائي يوم الاربع، ولكن هو النهارده زميلنا الاستاذ حسن خلف الله كان كاتب تقرير في جريده الاهرام بيقول الجديد في هذا الموضوع ان المباراه ربما تنتقل من الجونه الى استاد برج العرب. السبب؟ هي اصلا ما فيش اي حد يستقبل المباراه لظروف امنيه لا في القاهره ولا في الاسكندريه ولا نعم. اي ملعب من ملاعب القوات المسلحه. نعم. بسبب ان المباراه مباراه الزمالك، وكان حصل تكسير من جماهير الزمالك في برج العرب ولم يسدد الزمالك قيمه التلفيات. نعم. انت هذا الخبر مزعج لانك انت امام سفر خلال ايام. الزمالك اجل سفره بعد ان تم ترحيل. هو عمل ركه طبعا في البرنامج التدريبي الاهلي والزمالك. الاحد الاهلي كذلك الامر. فاعتقد ان خلال الساعات القادمه، خصوصا ان الزمالك الخميس كان راحه ويستأنف الجمعه في 10 مساء تدريباته، في حين ان الاهلي بيواصل تدريباته بشكل منتظم، وكلاهما يبدا الاستعداد للمباراه من خلال معسكره في القاهره والسفر خلال ايام الى الجونه. لو لم يصدر قرار، واعتقد ان بكره اليوم ان شاء الله يعدي على سلام، ربما نفاجأ، وهذا ربما اتوقعه وان كان بعيدا، نفاجأ بقرار من الفريق السيسي بان يستضيف ملعب برج العرب او يعطي موافقه للامانه العامه او تعليمات للامانه العامه بان تستضيف المباراه. واعتقد اني انا امام هو استاد الجيش هناك في برج العرب. برج العرب قوات مسلحه. نعم بالظبط. انا اتمنى على الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه
انه ان تكون هذه المباراه مصالحه، ولكن مش عايز ارهق طاهر ابو زيد كوزير او الدوله في ظل ان اليوم بكره حتى طغى على الحلقه. احنا ما تكلمناش رياضه، لان هو الحدث الاهم ماذا سيحدث في مصر الجمعه. نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم. في ظل هذه الدعوات ما بين هذا الفريق وذاك الفريق. انت بكره لو عدى على خير اعتقد ان هتكون فرصه سانحه للكابتن طاهر ابو زيد لان يدعو الى دعوه مصالحه للجماهير، وان تكون مباراه فيها حضور جماهيري في ظل تعهد ألتراس الأهلي ووايت نايتس الزمالك بأن يحموا المباراة ويكونوا مثلا وقدوة في المدرجات، وأن يبدأ طاهر أبو زيد عهدا جديدا في موضوع دخول الجماهير، لأنه هو العقبة الرئيسية والوحيدة في موضوع دوري آمن بلا مشاكل. إذا مظاهرات اليوم بقى الجمعة خلاص اللي بدأ منذ ثلث ساعة تقريبا هي اللي هتحدد مصير مباراة الأهلي والزمالك. هي المباراة إن شاء الله مقامة يوم الأربع، حتى الآن هي في الجونة. في كلام انها تبقى في استاد برج العرب، على كلام مسؤولية احسن الأهرام باذن الله تعالى ان ممكن يكون فيها جماهير، وده يبقى يا ريت تبقى يعني بس ان هم يعدي الجمعه على خير باذن الله تعالى. الموافقه الامنيه في الجونه بدون جمهور. تمام. ولكن ده اتمناه، يعني هذا السيناريو هو صعب اصلا الجمهور يروح الجونه كمان. لا الناس عندها استعداد تروح، ولكن هذا السيناريو اللي انا بقوله لك سيناريو اتمناه، لان كلنا نتمناه. لن تكون هناك كره بدون جماهير، ولكن لابد من قواعد وضوابط، ولابد من ان يكون هناك وقفه مع اي حالات شغب، واني انا استغل واستثمر طاهر ابو زيد كوزير للرياضه، اول لاعب كره قدم في تاريخ مصر يتولى حقيبه وزاره الرياضه، لتكون بدايه جديده مع الجماهير. اشكرك شكرا جزيلا، وقتنا انتهى. استاذ عبد الناصر زيدان رئيس تحرير موقع كوره سبورتس، واشكرك على الانفراد اللي انفردت بيه، ودايما من انفراد الى انفراد، وانا عارف دايما ان انت صاحب انفرادات كثيره. بنجتهد، ربنا يخليك يا استاذ محمد. بنجتهد وربنا بيكلل اجتهاداتك، وان شاء الله بكره يكون يوم امن، وبكرر دعوتي للجميع للخروج حتى نحافظ على البلد دون تخريب ودون عنف. اشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه استاذ عبد الناصر زيدان رئيس تحرير موقع كوره سبورتس ضيفنا النهارده. نشوفكم باذن الله تعالى الخميس الجاي لو كان في العمر بقيه، يا رب نكون لما نتقابل الخميس الجاي ان شاء الله يكون بقى الاسبوع مر على خير، وتكون في تطورات احسن واحسن ان شاء الله، وكلنا متفائلين باذن الله. استاذ عبد الناصر وكل اللي اتصلنا بيهم، نجمنا الكبير كابتن محمود بكر، كابتن مصطفى يونس، استاذ فتاح شاعرنا الجميل اللي اتكلم من شويه، الناس كلها متفائله بان بكره باذن الله احسن، وباذن الله مصر جديده بتولد في هذه الايام، وان شاء الله يا رب تكون ميلاد سعيد وميلاد خير علينا جميعا باذن الله تعالى. بشكركم، كل سنه وانتم طيبين. اجمل تحيه من اسره البرنامج، من جمال ابو المكارم وعلي سعد وعصام عبد الحميد وكل اسره البرنامج، وشكرا مره ثانيه لحضرتك. شكرا عبد الناصر زيدان. اشكركم، تصبحوا على خير، الى اللقاء باذن الله تعالى، وربنا يحفظ مصر. في لحظة